وإنني أقسم بالله قسم من بر في يمينه وصدق في قوله، لأن هذه النبرة التي سمعتها من هؤلاء سمعتها من قبل نحو 27 عاما من رجل كان له تاريخ، وقد غرر المسلمين وقتا من الزمن بما جاء به من أفكار. ومن كانت عنده هذه الأفكار ويريد أن ينشرها عليه أن لا ينشرها في الدهاليز المظلمة. إن كان مقتنعا بها فليأتي لأجل المناقشة فيها. وأستاذه الذي تبنى هذا الفكر وتولى كبر الدعوة إليه وقال ما قال، كان في آخر جلسة بيني وبينه حوار في هذا الأمر، وعندما أردت أن نسجل هذا الحوار رفض ذلك كل الرفض. لماذا يرفض تسجيل هذا الحوار؟ إلا أنه يخشى أن يظهر أمره. فإذا أنا أيضا أتحداه إلى الآن إن كان يريد أن يحاور في هذا الأمر أن يأتي للحوار علنا أمام سمع الناس وبصرهم. ويعلم الله أنني ما قلت الذي قلته وأنا حاسد أحدا أو أريد أن أهتك ستر أحد أو في نفسي حقد على أحد، وإنما قلت ما قلته غيرة على دين الله، وقد قطعت على نفسي أهلا لأن أقف أمام كل من يريد أن يتلاعب بديننا الحنيف. فلا بد من الوفاء بهذا العهد إن شاء الله تعالى.